برشلونة وأولمبياكوس مباراة في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا. على الورق برشلونة أقوى من أولمبياكوس في هاي البطولة بالرغم من الغيابات العديدة اللي كلنا بنعرفها. بس ما يعيب برشلونة في هاي المرحلة عدم الضغط على لاعبي الخصوم وعدم الشراسة وافتكاك الكرة منهم، واللي منعهم من بناء الهجمات وتهديد مرمى فريق برشلونة. وهذا الاشي بيشعر الجماهير انه دفاع برشلونة هش او دفاع ضعيف، لكن بسبب غياب رافينيا ليفا وبالفترة الأخيرة غاب لامين يامال مع انه رجع آخر مباراة، لكن بسبب غياب هدول المهاجمين بتحس انه في ضعف دفاعي عند فريق برشلونة. لكن الدفاع زي ما حكى فليك في بداية الموسم الماضي انه الدفاع ببلش من اول مهاجم لاخر مدافع. لكن هاي الغيابات أشعرتنا إنه فريق برشلونة عنده ضعف دفاعي، لكن بتمنى إنه يكون في حلول عند هانز فليك ويكون عالج الموضوع هذا من خلال التدريبات، وإنه يوجه اللاعبين المتاحين حاليا إنهم يضغطوا على الخصوم لمنعهم من بناء الهجمات، وتوجيه لاعبي الوسط لافتكاك الكرة بأسرع وقت ممكن من لاعبي الخصوم. واللي بيستنى من هانز فليك إنه يغير طريقة الدفاع المتقدم ووسيلة التسلل بحكي له انسى، هانز فليك ما راح يغير. ممكن يحسن بهاي الطريقة شوي، أما إنه يغير لا، ممكن يلعب دفاع متوسط، لكن برضه يعني الفكرة الأساسية هي الدفاع المتقدم والاعتماد على مصيدة التسلل. في هاي المباراة ما في رافينيا، ما في ليفا عشان يتم الضغط على لاعبي الخصوم، لكن نتمنى من راشفورد ومن اللاعبين المتاحين المهاجمين انهم يضغطوا على لاعبي الخصوم، بالاضافه للاعبي الوسط يساندوا لاعبي الدفاع من اجل انه نمر من هذه المرحله بسلام ولحين عوده اللاعبين المصابين. اما فريق اولمبياكوس فريق مش سهل ومش صعب، يعني ممكن فريق برشلونه يفوز عليه بكل اريحيه. هذول بيعتمدوا، لاعبين اولمبياكوس بيعتمدوا على سرعاتهم وعلى الهجمات المرتده الخاطفه لضرب دفاع الخصم. لكن برشلونه قادر انه يحقق الانتصار في هاي المباراه. اما التشكيل المتوقع لبرشلونه: في حراسه المرمى تشيزني، في الدفاع بالدي، كوبارسي، اروخو، وغارسيا، في الوسط كاسادو، ديونج، وفيرمين لوبيز، في الهجوم لامين يامال، راشفورد، وروني. تشكيله اولمبياكوس المتوقعه: في حراسه المرمى تسولاكيس، في الدفاع روتسوس وجوليان وكوستينها وفرانشيسكو أورتيغا، في خط الوسط سانتياغو هيز، داني غارسيا، وجيلسون، في خط المقدمة شكيتينهو ودانييل وأيوب الكعي. أنا توقعاتي لهذه المباراة: فوز برشلونة على فريق أولمبياكوس 4-1.